من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي. لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي، إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة إلى الآخر. بيقول من الأعماق صرخت إليك يا رب. فأي أعماق؟ أولا هذه ليست صلاة سطحية ولا صرخة عادية، لأنها من الأعماق. يقول له من الأعماق صرخت إليك يا رب، من عمق القلب، من عمق الفكر، من عمق المشاعر، من عمق الأحاسيس. من الأعماق صرخت إليك، من عمق الاحتياج، من عمق احتياجي إليك، ومن عمق ضعفي وتعبي، من عمق السقوط اللي أنا ساقط فيه وعايز المغفرة من عندك، من عمق الشعور بالعجز وبالفشل أحيانا. من الأعماق صرخت إليك يا رب، من عمق المشاكل التي تحيط بي والتي لا أجد لها حلا إلا عندك. من متاعب تأتي من الناس ومن الشيطان، أو من عمق أخطار، أو من عمق خجلي من نفسي أمام ضعفاتي، أو من عمق الهاوية التي انحدرت إليه، زي يونان النبي صرخ من الأعماق، من عمق الهاوية اللي كان فيها، أو من عمق حزني على نفسي ومن خوفي. من الأعماق صرخت إليك يا رب. جايز من كل هذه الأمور مجتمعة. هناك أناس وهم في الأعماق لا يصلون ولا يصرخون، وهم في الأعماق دي كلها لا يصلون ولا يصرخون. وفي أشخاص يصلون ويصرخون ولكن ليس من الأعماق، فيبقى كويس الاثنين مع بعض. لما ربنا يرفعنا من هذه الأعماق، لأن هو المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة ليجلس مع رؤساء شعبه. لما احنا نكون في هذه الأعماق تقول من عمق ضعفي صرخت يا رب إلى عمق قوتك، ومن عمق عجزي صرخت إلى عمق قدرتك، من عمق مشاكلي لجأت إلى عمق حكمتك التي تحل المشاكل، ومن عمق احتياجي لجأت إلى عمق حنانك ومحبتك، من عمق سقوطي لجأت إلى عمق مغفرتك، ومن عمق الهاوية لجأت إلى علو سمائك. صرخت إليك يا رب، من الأعماق صرخت إليك يا رب. في ناس بيصلوا لكن الصراخ بالذات هو درجة أعمق، تدل على مقدار الحاجة ومقدار الجدية، إن الواحد بيصرخ لربنا، بيصرخ لربنا لأن ربنا قادر على كل شيء، بيصرخ لأنه شاعر إنه هو في أسوأ حالة،
فبيقول له من الأعماق صرخت إليك كطفل يلجأ صارخا إلى أبيه. صرخة إيمان واستغاثة ورجاء، يصرخ بكل قوة. مثل ذلك الزجل الذي قاله أحد الأدباء وقال: مثل صرخة غريق بينده لقارب نجاة، بينده 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 بكل قواه للحياة. يعني الغريق ده صرخته بتبقى بكل قوة لأنه بينادي للحياة. في آيات كتيرة في الكتاب المقدس تتكلم عن الصراخ إلى الله، صراخ الاستغاثة ربنا. يعني ليس مجرد نداء نقوله لربنا، ده صراخ. زي في مثل قاضي الظلم في لوقا 18 يقول: ألا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا. في مزمور 3 آية 4 المزمور اللي بيقول فيه: يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون ليس له خلاص بإله. بيقول: بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. في مزمور 5 بيقول: انصت يا رب إلى كلماتي واسمع صراخي. في مزمور 120:1 يقول: في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي. في المزمور الكبير مزمور 119 يقول: صرخت من كل قلبي فاستجاب لي الرب. جايز واحد فيكم بيصلي وبيصلي بصوت واطي ويمكن ينام وهو بيصلي او بيسرح وهو بيصلي، لكن لما بيصرخ لربنا ما بينامش، بيبقى صلاح بكل جدية. وربنا بيقول كده برضه، بيقول: من أجل شقاء المساكين وصراخ البائسين الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية. في مزمور 18:6 يقول: في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكل قدسه وصراخي قدامه دخل إلى أذنيه. قلت لكم أن يونان النبي صرخ إلى الرب وهو في بطن الحوت، وأيضا أهل نينوى في يونان الصح 3 قالوا: فليتغطى الناس بالمسوح ويصرخون إلى الرب بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الردية. وبرضه ربنا بيستجيب لهذا الصراخ. في خروج 2:23 يقول: صرخوا فصعد صراخهم إلى الله. أول صرخة سمعنا عنها في الكتاب المقدس وربنا سمعها واهتم بيها حينما قال لقايين أول قاتل على الأرض، قال له: صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. دم القتلى بيصرخ إلى الله. إنسان يصرخ إلى ربنا وهو في أسوأ حالة، بيقول: صرخت إلى الرب فسمع صوتي. المزمور ده مزمور التوبة، بيصرخ إلى الرب وبيطلب المغفرة وبيتكلم عن الفداء وبيتكلم عن رحمة ربنا. مزمور فيه حاجات كتير.
تورينا ان الانسان حتى لو كان في اسوأ حالة لازم يصلي ويصرخ الى الله، حتى لو كان في اعماق التعب وفي اعماق الخطية وفي اعماق المشكلة وفي اعماق المذلة يصلي ويصرخ الى الله. في الحقيقة اعمق صلاة هي الصلاة حينما يكون الانسان في مشكلة. حينما نكون في ترف وفي نعيم جايز ما نصليش خالص، وان صلينا تبقى صلاة من افواهنا، لكن عندما ندخل في كور التجارب وفي التعب وفي المذلة نصلي الى الله من عمق القلب، تكون صلاة عميقة. داود برضو كان بيصلي وهو مطحون، في الأول من شاول وثانيا من أبشالوم، وأيضا مطحون من نفسه ومن خطيته. طبيعة الناس كل ما كانوا متناعمين بينسوا ربنا، فربنا يسمح ببعض المتاعب عشان يصلوا. الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي. ذكر اسم ربنا 8 مرات في مزمور واحد. يعني ايه استمع صوتي؟ ما هو معروف ان ربنا بيسمع كل حاجة، لكن ليه يقول له اسمع؟ كلمة اسمع هنا يعني اهتم بالكلام اللي بقوله لك، اسمعه. يعني مش مجرد سماع كده، ما هو ربنا سامع كل حاجة من تلقاء ذاته. زي مثلا لما تقول فلان له كلمة مسموعة، مش مقصود بكلمة مسموعة يعني الناس بيسمعوها، ما هو كل إنسان كلامه بيتسمع، لكن إنسان له كلمة مسموعة يعني تصل إلى المسؤولين وإلى أجواء ويكون لها وزنها ولها تأثيرها. بنقول فيه اسمعنا، صوتين منهم اسمعنا يعني خلي بالك من أصواتنا، مش مجرد السماع العادي سماع الأذن، لكن اسمعنا بالاهتمام، واسمعنا بالقلب، واسمعنا بالإرادة، واسمعنا بالاستجابة.